اوعى تشتري في الساحل. هقول لك ليه، بس تابع معايا لاخر الفيديو. انا ياسمين طارق ودي النشره العقاريه. انا مش جايه النهارده اكلمك عن صفقه القرن وبس، لا انا جايه افهمك ليه الساحل الشمالي وليه ما تشتريش هناك غير لما تبقى فاهم الكلام ده كويس. الساحل الشمالي مقسمينه لأربع مناطق استثمارية من الدرجة الأولى، وأول مدينة هنتكلم عنها مدينة العلمين، ودي أول مدن الجيل الرابع على ساحل البحر الأبيض. التطور الطبيعي لمدينة الإسكندرية، يعني فيها جامعات ومدارس ومناطق ترفيهية وصناعية وكمان إدارية. أما بقى المدينة التانية فهي أصغر شويتين، ودي بقى اللي بيقولوا عليها الساحل الشرير، مدينة سيدي عبد الرحمن، يعني هاسيندا ومراسي وأمواج وسيشل وغيرهم كتير من الكومباوندات الهاي إند، وأعلى كوميونتي موجود في الساحل دلوقتي. ومن بعد سيدي عبد الرحمن المدينة الثالثة مدينة الضبعة، ودي أهم ميزة فيها موقعها في النص كده ما بين العلمين وراس الحكمة، وأول مدينة متكاملة من طلعت مصطفى ساوث ميل، واللي هتنقل مدينة الضبعة في حتة تانية خالص باستثمارات اتجاوزت 50 مليار جنيه. وأخيرا بقى نيجي للي عليها العين، مدينة راس الحكمة، أهم خليج طبيعي على ساحل البحر الأبيض، واللي كل المطورين بيتنافسوا عليه، واللي بقت فعلا أهم ديستنيشن ساحلي في الجمهورية كلها، وبيقولوا عليها الجونة الجديدة. وعلشان كده بفكرك اوعى تشتري في الساحل غير لما تكون فاهم تشتري فين وليه. ولو محتاج مساعدة احنا هنفيدك، هتلاقي ارقامنا على الفيديو تقدر تكلمنا في اي وقت. انا ياسمين طارق ودي النشرة العقارية.